تعالوا بقى لما احكي لكم قصه اكله الكشري ودخلت مصر ازاي. الحلقه دي انا بهديها لشخصيه عزيزه عليا جدا وغاليه جدا على قلبي، نفسها تاكل كشري. تركز معايا كده وتشوف الكشري ده اصلا ايه اللي دخله مصر. بص يا معلم، انت هتاكل اكله كل المصريين بيحبوها، اكله اسمها ايه؟ كشري. انا عارف ان انت الكشري ده يا جماعه لما بناكله مش بينزل في المعده، الكشري ده بينزل في القلب، في القلب. يلا يا عم وليد، وانت بتاكل اكله الكشري كده انا هحكي لهم الكشري ده اصلا ازاي جه مصر، واساسا احنا ازاي اخترعناه وزودنا عليه والكلام ده كله. هسيبك تاكل؟ يبقى سيب لي حبه الله يبارك لك. سيب لي حبه الله يبارك لك. يلا هسيبكم مع استاذ وليد ياكل الكشري وانا هحكي لكم بقى الحدوته. اتفضل يا شيف. في البدايه انا عايز اقول ان اكله الكشري ديت مش اصلها مصري. طب ظهرت في مصر ازاي؟ ظهرت سنه 1914 في دخول الحرب العالميه الاولى، لما الهنود جم مع القوات البريطانيه، وكان الجنود الهنود هم اللي بياكلوا الطبق دوت، وكان وقتها اسمه كوتشري. كان عباره عن رز وشعريه وعدس، مش اكتر من كده. ولان المصريين عشريين فاختلطوا بالجنود الهنود، ودخل طبق الكشري المطبخ المصري. ومع الوقت ظهر في الاحياء المصريه، كان ساكن فيها شويه ايطاليين. طبعا انتوا عارفين الايطاليين بيحبوا المكرونه، ولما دخل لهم طبق الكشري اضافوا ليه المكرونه، وبقى طبق الكشري بالشكل اللي احنا عارفينه دوت. وشويه شويه المصريين حطوا عليه الخل والثوم لحد ما بقى الشكل الجميل اللي احنا كلنا بنحبه. مش المصريين بس اللي بياكلوا الكشري، عندنا مثلا في بلاد الشام بياكلوه وبيسموه المجدره، بياكلوه حار او بارد وبيحطوا عليه زيت الزيتون. اكلات كتير المصريين بياكلوها واحنا مش عارفين هي جات احنا اللي اخترعناها ولا جات لنا من بره. عشان كده تابعني في البرنامج دوت وهتعرف اصل كل طبق في ايدك انت بتاكله. بشكر مطعم ليلى ان هو استضافنا وقدم لنا الاكلات الجميله ديت علشان نقدم البرنامج اللي انتوا بتحبوه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وليد باشا، ايه رايك في الكشري؟ رهيب. عجبك؟ ها؟ جميل جدا. طيب وانت بتاكل كده انا حكيت حدوته كده عن الكشري ودخوله مصر. ايه رايك؟ استفدت؟ ها؟ طيب انت نورتنا في المطعم وهنستناك في حلقه ثانيه في اكله ثانيه. خلاص على طول انا هظبطك في البرنامج ده. مطعم ليلى بيستضيف وليد وبيستضيف اي حد منكم ان هو يجي ينورنا في المطعم ده. الاكل هنا تحفه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. السلام عليكم.